ولا حد من عيلتي حضر جنازة جوزي عشان كانوا في خطوبة أختي. وأنا واقفة قدام قبر جوزي بدور في وشوش الناس يمكن ألاقي أمي، أبويا، أختي، حتى صاحبتي اللي أعرفها من وأنا عندي 6 سنين. ما كانش فيه غير غربة. جوزي مات فجأة، أزمة قلبية وهو عنده 34 سنة. صحيت الصبح على صوت الإسعاف ونمت تاني يوم وأنا أرملة، لسه لابسة أسود ومش فاهمة أنا فين. أول حاجة عملتها إني اتصلت بأمي، قلت لها وأنا بنهج: ماما تعالي، أنا لوحدي. سكتت لحظة وقالت: يا بنتي النهاردة خطوبة أختك، الناس معزومة والقاعة مدفوعة. افتكرت إني سامعة غلط، قلت: ماما جوزي مات. قالت بصوت بارد: والله قضاء ربنا، بس مش هينفع نبوظ فرحة أختك. قفلت وأنا حاسة إني بتخنق. اتصلت بأبويا، قال نفس الكلام: الناس جاية من بره البلد، ما ينفعش نكسفهم. نكسفهم إزاي؟ بجنازة؟ آخر أمل كان أختي. بعتلها رسالة: تعالي بس نص ساعة. ردت: أرجوكي ما تحرجنيش قدام خطيبي. صاحبتي اللي كبرنا سوا قالت لي: أنا واقفة جنب أختك عشان اليوم ده ما يتعوضش. وأنا يوم جنازة جوزي كان بيتدفن قدامي، والناس اللي كنت فاكرة إنهم سندي كانوا لابسين فساتين وبدل بيصوروا ويضحكوا. شفت صور الخطوبة على فيسبوك وأنا قاعدة في العزة، أختي لابسة أبيض مبتسمة وأمي واقفة جنبها فخورة، ولا صورة لحد لابس أسود. يومها فهمت حاجة عمرها ما هتتنسي. أنا بالنسبة لهم كنت دايماً اللي تستحمل، اللي مش لازم تتدلع، اللي تضحي عادي. عدى أسبوع ولا حد جه يزورني، ولا حتى مكالمة اعتذار. بعد شهر أختي بعتتلي دعوة فرحها، كاتبة: مستنياكي تكوني جنبي في أهم يوم في حياتي. بصيت للدعوة طويل وبعتلها رسالة قصيرة: أسفة، عندي ذكرى أهم. كان يوم الأربعين. يمكن الناس تشوفني قاسية، بس الحقيقة أنا بس بطلت أكون الاختيار التاني. اللي ما حضرش أصعب يوم في حياتي ما يستاهلش أشاركه أسعد يوم في حياته. السؤال بقى: كنتوا هتسامحوا ولا في مواقف ما فيهاش رجوع؟